انت نفسك بتبقي حاسه بالذنب، مع ان انت نفسك اللي متضرره لما بتعملي الفعل ده. فانت ده هيبقى احساس في الاول علشان دي حاجه اول مره تعمليها. وانس ان انت بتدربي نفسك عليها خلاص على فكره كده هتريحي وترتاحي. يعني انت هتبقي مرتاحه علشان هتحسي ان انت لا انت واخده حقوقك ومرتاحه والدنيا تمام، واصحابك هم كمان هيرتاحوا. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفوني انا هدير عزام. عايزه اتكلم النهارده ان انتي ازاي تقدري او تتعلمي تقولي لا. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا مهم جدا ان انا اقدر اقول لا. وطبعا انا دلوقتي بتكلم على سيتويشن لو دي حاجه مش مناسبه معايا او حاجه ضد مبادئي ضد اخلاقي او حاجه انا دلوقتي مش قادره اعملها. يعني مش بقول بقى ان انا مثلا قادره او حد عايز مني مساعده ودي في استطاعتي وانا اقول له لا، او ان انا ابقى رخمه اقول لا من اجل لا، او ارخم يعني على حد محتاج مني مساعده او كده. خالص انا بتكلم لو حد عايز بيتعدى حدودي او حاجه انا مش عايزاها دلوقتي وبتكسف اقول لا. يعني كتير جدا من البنات بتتحط في الموقف ده، ان هي بتبقى مش عايزه تعمل حاجه وحد يقعد يفرضها عليها وهي بتتكسف او تتحرج فبتوافق وخلاص. بس بعد ما الموقف لما بيعدي واليوم بيخلص بتحس انها متضايقه. وساعات على فكره بيجيلك شعور ان انت كده بتحس ان انت ما عندكش شخصيه. طب هو انا ليه ما قدرتش اقول لها لا؟ مع ان مثلا صاحبتي الفلانيه او صاحبتي مش عارفه مين شخصيتها قوية وبتعرف تقول لأ عادي وما بتحسش انها محرجة او بتحس بأي حاجة، فبيبقى نفسك تبقي شبهها. فالموضوع كمان ممكن يتحول ان انت اصلا بتحسي ان انت شخصيتك ضعيفة او بتحسي ان انت متضايقة من ان انت مش قادرة تقولي لأ. فلازم تتدربي على حاجة زي دي. لو انت فعلا بتتحطي في المواقف دي او اتحطيتي في المواقف دي قبل كده لازم تتدربي انك تقولي لأ. وطبعا علشان تتدربي انك تقولي لا دي لها كذا مرحلة. يعني احنا عندنا 6 مراحل هنمر بيهم علشان نقدر نقول لا. انت ممكن في الاول خالص اول مرحلة انت متعودة دايما بتوافقي فممكن تمام انت اول مرحلة اوتوماتيك هتقولي ماشي موافقة. بعد كده بقى علشان تبدأي تتدرجي يعني في المرحلة بقى التانية ممكن تقولي ايه، ما ترديش. يعني مش لازم لما حد يعرض عليكي حاجة حالا وانت شخصيا ما بتعرفيش تقولي لا تردي حالا. عادي خدي وقتك، افضلي ساكتة لحد ما تفكري لحد ما تستجمعي قواكي او تقولي تمام مش هفكر دلوقتي. يعني دي بقى المرحلة التانية. المرحلة التالتة بقى هنبدأ ان احنا فعلا نقول لا. بس اللي هو انت لسه مش قادرة تقولي لا على طول، لا كده صراحة وعندك الجرأة انك تقولي لا. يعني لا مش عايزة اعمل ده ومش هعمله. المرحلة دي لسه ما وصلتلهاش. فانت ممكن تقولي لا وتعملي معاها وعد او يعني انا لا ممكن ما يعني هعمل ده لو عملت لي كذا. يعني تبدأي فاهمة تعمليها ان انت تربطيها بشرط تاني. ممكن بقى لو وصلتي للمرحلة دي المرحلة اللي بعدها تبدأي تقولي لأ أنا مش هعمل كذا ويبقى في أعذار تقوليها. بس أنا بقى عايزة أتكلم في نقطة الأعذار دي. يعني أنا مش حابة خالص إن أنا لحد جه يطلب مني حاجة. نفترض إن واحدة صاحبتي عايزة تخرج معايا فأنا مش عايزة أخرج مش حابة الخروجة دي دلوقتي فأقول لها لأ أصل أنا تعبانة. أنا مش حابة إن إحنا نكذب. يعني مش حابة إن إحنا ندخل نقطة الكذب في السيتويشن علشان أنا عايزة أهرب من حاجة أو مش عايزة أعمل حاجة فأدخلها بكذبة. يعني مش حابة ده. فخلي لو انت عندك عذر فعلا لا انا مش فاضيه النهارده. بلاش بقى حد مثلا ايه يقول لي هدير تعالي اخرجي معانا فانا اقول لهم لا اصل ماما تعبانه لا اصل انا مسافره وده مش حاصل. طب يعني ليه؟ يعني ليه ادخل نفسي في السكه دي ليه برضو؟ يعني انا بصراحه عندي اعتراض على النقطه دي. فلا انت ممكن تقولي فعلا لا معلش انا مش فاضيه كده. يعني حاجه عذر فعلا يكون موجود. بعد كده وطبعا يعني ايه انت لما تبداي تدربي نفسك على انك تقولي لا هتبداي تحسي ان الموضوع سهل. ان احنا ليه بنقول ان في تدرج او ان انا ليه بتدرج من في الاول كنت بقول بعد كده اقعد افكر شويه واقول لا او ممكن اسكت ما اردش اقول لهم هفكر. بنتدرج لان خدي بالك الشخص اللي يعني لو انت من الناس اللي مش بتعرفي تقولي لا ودايما اي حاجه بتقولي او صحابك لما بيزنوا عليكي في خروجه بقى في سفريه في اي حاجه فمثلا انت عايزه تلبسي طقم معين فيقولك لا ما تلبسيش ده مش حلو عليكي البسي كذا عشان تبقي شبهنا البسي اللون ده عشان نبقى مع بعض مطقمين.
في ناس كده بتبقى لسه مش قادرة تفرض شخصيتها او بتحس ان هي تابعة لحد، فدول الناس اللي انا بوجه لهم كلامي. لو انت حاسه ان انت كده في الاول هتبقى تقيل عليك انك تقولي لا، وتبقي صارمه او تبقي واخده قرارك ان لا يعني لا. ليه بقى؟ لان انت اولا ما تعودتيش عليها، يعني انت ما اتدربتيش على حاجه زي دي. وخلينا نكون متفقين، عادي جدا يعني ما تقعديش تلومي نفسك. لو انت اكتشفتي عيب فيكي عادي ان انت تقعدي تعالجيه، يعني احنا واحده واحده هنعالج الموضوع. المهم ان انت اصلا يكون ان انت يعني تكتشفي العيب، هو ده اصلا علاجه، ان انت تكتشفي الحاجه وتبداي بقى تصلحي. فانا بتكلم ان انت اصلا لو ما بتعرفيش تقولي لا، لو جه حد في الاول وقلت لك كده خبط لازق قولي لا، مش هتقدري، انت ما عندكيش الجرأة انك تقولي لا. فاهمين؟ فاحنا هناخدها بالتدرج زي ما قلنا. لان في بنات بتبقى شايفة ان هي كده قليلة الذوق، ان هي كده هتتفهم غلط، او الناس هتقول عليها انها غلسة، هتقول عليها انها رخمة. وده طبعا مش صح خالص. هتبقى كده كمان، يعني ساعات بقى في حد بيفكر ان انا كده اصلا انا هبقى رخمه وبحرج اللي قدامي وبكسفه، ده انا كده كسفته. هو لما جاي يطلب منك طلب رخم كده مش بيكسفك؟ فاهمين؟ فلازم تبصي لنفسك، ولازم تبقي عارفه ايه هي قيمه نفسك وتعرفي ايه حدودك. فطبعا الشخص اللي بيقول لا، او الشخص اللي بيعرف يقول لا، ده اصلا شخص في الاول البنوته دي بتبقى حاطه حدود لنفسها، رسمه limits معينة ما ينفعش حد يتخطاها. ما انا مثلا واحدة يعني بحب حاجة معينة، ما بحبش حاجة حد يجي يقول لي اعملي ده، انا اصلا عارفة انا بحب ايه وما بحبش ايه. لما حد يقول لي تعالي اعمليها اقول له لا ما بحبوش. لكن بقى لو انت اصلا مش فاهمة نفسك، مش فاهمة ايه اللي بتحبيه ايه اللي مش بتحبيه، ما انت عارفين انتوا الناس اللي بتبقى البنات اللي بتبقى دايسة في اي حاجة في الاخر بيتقال عليها ملهاش شخصية. من العيوب بقى ان الناس اللي ما بتعرفش تقول لا، ان انت لما تيجي تقعدي مع نفسك بتحسي ان انت متضايقه، ان انا ماليش شخصيه، محدش بيحترمني. ما هو ده بقى بيحصل ليه؟ علشان انت نفسك مش محترمه نفسك. فانت يا حبيبه قلبي لازم تبقي عارفه ايه هي حدودك، وعارفه انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، علشان صحابك اللي جايين يدخلوا دايره يعني دايرتك يبقوا عارفين اصلا ايه هي حدودك، فاوتوماتيك يحترموها. انت لو بتحترمي نفسك صحابك هيحترموكي. لو انت بقى مش مقدره قيمتك ومش محترمه نفسك ومش حاطه لك حدود، ما هو صحابك هيبقوا زيك، يعني انت هتجذبي الناس اللي كده. ازاي عايزه ناس تحترمك وانت مش محترمه نفسك ولا حاطه لنفسك حدود؟ فاحنا بس عايزين نركز في الموضوع. ولازم علشان تطلعي من المرحله دي لازم تقعدي بقى تراقبي بالراحه كده وبهدوء، اقعدي راقبي المواقف والتصرفات. مثلا حصل لك موقف النهارده، انت كنت في الشغل وحاسه انك تعبانه ومصدعه ومش قادره، وخلصتي الشغل هتموتي وتخلصي علشان تروحي، جت صاحبتك بقى لا تعالي نخرج اصل مش عارفه في سيل في المحل الفلاني عامل سيل، تعالي بس نلحقه. انت مش قادره، يعني انت فعلا حاسه انك خلاص بتنهاري. حتى لو انت ولنفترض ان انت ما عرفتيش تقولي لها لا وما قدرتيش تقولي لا ورحتي معاها، عادي ما تلوميش نفسك، بس لما تروحي تقولي انا لو الموقف ده اتكرر معايا تاني وصاحبتي دي جت قالت لي كده تاني، انا اقول لها لا معلش انا مش قادره، او لا لا بلاش خلينا يوم تاني اكون قادره فيه. يعني انا برضو مش بقول ان احنا نبقى قليلات الذوق، او لما حد يحتاجني في حاجه ما اعملهاش، لا اعملها بس في الوقت المناسب ليا، في الوقت اللي يسمح لي. لو حاجه هتيجي عليكي ما تعمليهاش. هتقعدي بقى تتدرجي في المراحل لحد ما تقدري تقولي لا صراحه ومباشره. يعني حد هيجي يعرض عليكي حاجه، جايب لك عايز مثلا ولنفرض تسافري في مكان معين انت مش حباه، تروحي بلاش سفر، تروحي كافيه معين انت مش حباه. فاهمين؟ لان بقى بيبقى في كافيهات سموكينج، حتى لو ما فيش سموكينج، كافيه انت نفسيا مش بترتاحي له، تقدري تقولي لا انا ما بحبش الكافيه ده بكل صراحه ووضوح، لا مش عايزه اعمله. وبعد كده بقى مش لازم تقعدي تبرري ويبقى في اسباب واقعد اعمل لستة اسباب علشان دول يفهموا انا بقول لا ليه ومش لا ليه. لا، انت ليكي مطلق الحريه براحتك تقولي اللي انت عايزاه. وطبعا زي ما قلنا انا هقعد اتدرج اتدرج لحد ما اقدر اقول لا عادي وتبقى سهله. لان انت لو البنوته لو مش متعوده ان هي تقول لا، او عموما لو انت مش متعوده على حاجه هتحسي انها تقيله في الاول، يعني يبقى تاسك كده تقيل عليا فاهمين؟ هتبقي حاسه اصلا ان انت حاسه بالذنب. يعني في الاول ممكن يكون في شخص بيتقلب معاه انه لا هقول لها لا هرجع هكسفها، انت نفسك بتبقي حاسه بالذنب.
مع ان انت نفسك اللي متضرره لما بتعملي الفعل ده. فانت ده هيبقى احساس في الاول علشان دي حاجه اول مره تعمليها. وانس ان انت بتدربي نفسك عليها خلاص على فكره كده هتريحي وترتاحي. يعني انت هتبقي مرتاحه علشان هتحسي ان انت لا انت واخده حقوقك ومرتاحه والدنيا تمام، واصحابك هم كمان هيرتاحوا.